السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ماتش خلص الحمد لله. مكسب كويس جدا. في المكسب ده ليه حاجات لازم تتحلل ولازم نتكلم فيها ونقول ليه الأهلي كسب كده، سواء على الجزء التكتيكي أو الجزء النفسي. خلي الجزء التكتيكي للآخر عشان ده اللي فيه اللقطات وإيه المميزات اللي عملناها، وإيه اللي الأهلي عمله وما كانش بيعمله في الماتشات اللي فاتت، وإيه اللي الزمالك عمله وما كانش بيعمله في الماتشات اللي فاتت وأدت إن هو يخسر الخسارة دي. هنيجي نتكلم عن الجزء النفسي. لعيبة الأهلي نزلت هي عارفة وشافت ايه اللي حصل. الأهلي ساعده حاجة كمان. قبل ما اتكلم في الجزء النفسي عايز اقول ان الأهلي ساعده حاجة مهمة جدا، هي ايقاف محمد هاني، إصابة زيزو، إصابة ياسر إبراهيم، ربنا يشفيهم. ولكن أنا اتكلمت في الفيديو اللي فات أو الحلقة اللي فاتت وقلت إن هادي رياض حرام إنه يقعد دكة، مش عشان هو كانافارو ولا سيرجيو راموس، لا، عشان هو الراجل ده لما بينزل بيأدي وبيكون مستوى كويس جدا وبيكون علامة واضحة، وبنيجي في الاخر نقول له لا ريح اصل في لعيب حاجز مكانك. فنزل لك في ماتش القمه، ثبت نفسه وادى. اتسبب في ضربه جزاء، هي مش ضربه جزاء نهائي عشان نكون واضحين. بنتيج عامل النطه من قبل ما يلمسه، بس هو اندفاعي شويه وطبيعي جدا يا جماعه. يعني اول سنه في الاهلي فطبيعي جدا يكون عنده اندفاع، عنده خوف، عنده رهبه. ده طبيعي جدا، بس اثبت نفسه. بيكهام ثبت ان هو انا مش مدافع وما ينفعش ابقى مدافع. بيكهام الماتش بتاع امبارح عمل اللي محمد هاني عمره ما عمله، اللي هو ايه؟ احتكاك للكوره، التحامات، تخبيط. هوريك في الجون الاول حاجتين اتنين. حاجه كل الناس اتكلمت فيها ان بيكهام هو اللي كان في ظهر بيزيرا وخد منه الكوره وبدا هو الهجمه، او هو اللي عمل الضغط العكسي ورجع الكوره تاني. هوريك حاجه تانيه تبين لك ان احنا معانا مدرب مصر ما نيجي في وقتها. تمام، ده بيكهام اللي انا واحد من الناس كنت بهاجمه، بس هو الراجل انا شايف ان هو كان بيلعب في مكان غلط. هو لما الراجل لعب باك يمين فاحتاجت كورته بقى كويس. انت فاهم؟ لما احتاجت الكوره بقى كويس، انما هو مش هو ما ينفعش يبقى مدافع. انا شايف ان بيكهام ما ينفعش يبقى مدافع. الزمالك كان عنده مشاكل زي بيزيرا. هو بيزيرا طول الموسم وينج يمين، النهارده انت قررت تجيبه شمال. رايي انا الشخصي ان كابتن معتمد جمال قال لك كوكا مسكه في ماتشين ما خلاهوش يشمها، هخلصه من كوكا واوديه الناحيه التانيه. بيكهام قال له انا كمان مش هخليه يشمها. والله ما هو انا زي اخويا ما فيهاش. فبزيرة ما بقاش عارف من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ومش سالكه معاه، مش ماشيه معاه. نصر منسي هي الفرصه الوحيده اللي جت للزمالك ما قدرش يستغلها. وفي رايي ان هو كان دي توتر ورهبه، لان هو الكوره لما هتشوفها مع بعض قدامه يعني قدامه الدنيا فاضيه، يعني كان ممكن يجري، كان ممكن يعدل ويشوط، كان ممكن يبص لحد تاني. كان عنده خيارات كتير قوي، بس هو اتوتر واتسربع فشاطها زي ما احنا شفنا كده. نيجي بقى حبيبنا نتكلم على حته النفسيه. ليه لعيبه الاهلي اختلفت الماتش ده؟ لان هي لعيبه الاهلي اللي لعبت الماتش ده مش رجال الاعمال، مش غير رجل اعمال واحد وهنجيله ده اللي استخبى في ضربه الجزاء اللي ضيعها. تمام؟ لعيبه الاهلي لعبت اللي هي عايزه تلعب، اللي هي عايزه، اللي انا قلت لها في الفيديو اللي فات ازاي نصلح مشاكل الاهلي، ان انا اجيب اللعيبه اللي عايزه تيشيرت، اللعيبه اللي نفسها تلبس فانيله النادي الاهلي، اللعيبه كلها نفسها تثبت نفسها. اللعيبه دي شافت ان انا لو الاهلي اتفور انا اول ناس همشي. مين هيقعد هادي رياض؟ مين هيقعد الجزار؟ مين هيقعد بيكهام؟ مين هيقعد دول؟ قال لك لا يا باشا، ده انا لازم احافظ على مكاني. طاهر طاهر باشا اللي مونش، اللي دخل في شيكو بنزق كتف في كتف كده قال له ريح. ودي حاجه التانيه اللي كسبت الاهلي، ان اللعيبه كانت بتخبط في لعيبه الزمالك تاخد اي التحام واي كره عاليه. الاهلي اول ماتش تقريبا في الموسم كله يلعب ان هو بيرمي الكوره في نص ملعب الزمالك ويلعب الزمالك يردها وهو اللي ياخد الكوره الثانيه. فده اللي كسب الاهلي، ان انا بقيت انا كعب عالي على الزمالك باخد الكرات الثانيه، عكس اللي كان موجود في ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز انت كنتش ولا بتاخد كره ثانيه ولا كره اولى ولا كنت موجود اصلا. فده اللي فرق. اللعيبه كلها كانت رجاله، اللعيبه كلها لعبت زي ما الكتاب بيقول. طاهر، حسين الشحات. حسين الشحات انا مش عارف ازاي انت، يعني ازاي اصلا طول الموسم هو ما يعرفش غير ماتشين الزمالك هو بيجي في ماتشين الزمالك بس. لا، حسين الشحات انا شايف ان لو عندنا مدرب، يعني لو المدرب ده بيفكر ب 10 جنيه، هو خلاص هيثبت التشكيله دي. خلاص يا باشا انت مش محتاج حاجه تاني. رجال الاعمال مش محتاجهم والله. ولو شفت حد يجي مكان تريزيجيه يبقى احسن. هو بيلعب بروحه وبدمه بس نفسه في اللقطه. امام عاشور نفسه في اللقطه.
واللقطات دي ما بتاكلش مع جمهور الاهلي والله، سواء امام او تريزيجيه، الجو ده ومش عارف، ما بتاكلش والله مع جمهور الاهلي. وجمهور الاهلي انتقد، وجمهور الاهلي كان ساير بين الشوطين عشان خاطر اللقطه اللي زي دي، ايه الغيره وان انا عايز اكسب الماتش ده. ان هادي رياض لما جه ضربه الجزاء كان هيعيط، وبعد الماتش عيط لما ضربه الجزاء بتاعت الزمالك ضيعها اخويا حسام عبد المجيد ضيعها، فكان هيعيط. عارفين اللعيبه دي حست بايه؟ حست ان هم يعملوا اسوأ رقم تاريخي في تاريخ الاهلي من 2003. الاهلي ما طلعش بره دوري الابطال السنه المره الرابعه من 50 سنه، الاهلي كان هيبقى بره المركز الاول والثاني، فكان هيعمل رقم كارثي في تاريخ النادي الاهلي. فاللعيبه نزلت عايزه تكسب، اللعيبه عايزه ان هي تاخد، لو ربنا كرمها وصلت افريقيا، اللعيبه دي اللي وصلتني افريقيا وحيتني تاني بماتش الزمالك وبمجهودها وبقدرتها. اكلمك عن حاجتين كمان بعد الجزء بتاع النفسيه ده، هكلمك عن حاجتين كمان، حاجه مهمه جدا وهي ثلاث حاجات. ثلاث حاجات. هكلمك عن تاني حاجه وهي الاهلي لو اتعادل هو والزمالك وبيراميدز، وده هيبقى اسوأ سيناريو للزمالك. الزمالك ساعتها مش هياخد البطوله، هنا الزمالك بقى مركز تاني. ليه؟ تعالى، انت لو تعادلتوا انتوا الثلاثه، هنقول وليكن الثلاثه تعادلوا، اقصى حاجه ممكن الاهلي يوصل لها 53، فهنتعادل على كلنا على 53. اللائحه بتقول لك مواجهات مباشره، ده كسب ده وده كسب ده، فما فيهاش مواجهات مباشره. الاهلي كسب الزمالك والزمالك كسب بيراميدز وبيراميدز كسب الاهلي. هتيجي عند ال... نيجي بقى لفرق الاهداف. فرق الاهداف في مواجهاتهم، هتلاقي ان فرق الاهداف في مواجهاتهم ده بيقول لك ايه؟ بيراميدز بلس 3، بيراميدز بلس 3. ليه؟ لانه كسب الاهلي يعتبر 5 وخسر من الزمالك 2 فبلس 3. الاهلي كسب الزمالك 5-1 ففي 4، واتغلب من بيراميدز 5 فبقى ماينس 1 فبقى سالب 1. الزمالك بقى هيبقى بالمجموع دوت هيبقى خسران من الاهلي 5-1 يعني مسلب ب4، وكسب بيراميدز 2 فمسلب ب2 فبقى سالب 2 فهيبقى التالت. ودي ساعتها حاجه كارثيه يعني، او مش كارثيه، انا بالنسبه لي انا كاهلاوي انا عايز اكسب الدوري، انا مش هيفرق لي بقى، هوصل لافريقيا بس انا ما يفرقليش البطل قد ما يوصل يفيدني حاجتي يهمني حاجتي. هنيجي نتكلم الجزء الثالث، طلع ان في اقتراحات من الكاف ان احنا نزود عدد اللعيبه الفرق المشاركه من مصر والمغرب وكام دوله تانية اللي هم بيشارك منهم فرقتين. بلاش ننسخ في نغمه اصل النانوس اصل الاهلي، لا يا باشا، هو الكاف اللي عايزني مش انا اللي عايز الكاف. الكاف اللي هيشوف ده ويعمله عشان خاطر الرعاه، عشان خاطر يجيله الرعاه اللي بيجوا للاهلي، فانا اللي بفيد الكاف مش الكاف اللي بيفيدني. عادي جدا، ما الكاف ما يدخلنيش. هو يعني انا ماسك قاعد كاف، كان ده يقول لك اصل شطه اصل مصطفى فهمي، انا ماسك قاعد كاف دلوقتي ولا اي حاجه، ده ابو ريده هريني هناك ولا اي حاجه. لا، هو الكاف شايف ان هو هيستفاد مني فهيغير لي اللائحه، ومش قال يعني ما قالش مثلا هيبقوا زياده 4 فرق وبتاع، ده بيقول لك 12 فرقه تقريبا هيزيدوا، مصر والمغرب وتونس والبلاد اللي بيجي منها 2. فالاهلي مش المستفيد الوحيد، لا الكاف مستفيد مني، وعشان كده هيعدل لي اللائحه. نيجي بقى نتكلم على الحته التكتيك ونشوف الاهلي كان مستواه ايه والاجوان جت ازاي والفكر اللي موجود. هثبت لك بالبراهين والادله ان تورب ده مدرب مصر. تورب في بدايه الجون الاول، هتلاقيه بيعمل رمضان بيكهام، احمد رمضان بيكهام 3، انتوا 3 ورا. فبيكهام تربن اصلا مشي بالكره شويه وقام راجع تاني قال ما انا منمع بزيرة. طب بزيرة بينزل يستلم. فهنا بيكهام خد القرار وقال له ريح بقى دماغك بقى يابا، دماغك يابا، انا رايح ايه اجيب انا الكوره. ودي اللي عملت لنا الجون الاول. الجون الثاني حسام عبد المجيد عمل الباص غلط، بس انا شايف ان حسام عبد المجيد هو اتزنق في ان هو عايز يطلع باص امامي وما طلعش باص عرضي، فدي غلطه منه. وان هو احمد فتوح مستخبي ورا لاعب الاهلي. طب ليه يا باشا؟ طب ما تتحرك، يعني اظهر له او قول له لا وجهه. ما هو برضو انت شايف ان حسام عبد المجيد نسبه التمريرات الخاطئه بتاعته في الزمالك عاليه جدا، ما توجهه يا معلم، ما توجهه وقول له اعمل كده او اعمل كده، خليك ماستر في نص الملعب. انما فتوح انا اول مره في حياتي اشوف فتوح مهزوز. فتوح كان في قمه نجوميته وقمه بروده قدام اسبانيا، انما اتهز ليه انا مش عارف بصراحه يعني. ده الجون الثاني. هنيجي للجون الثالث بقى، انا مش هقول غير كره واحده بس، كلمه واحده بس. في فرق بين
لعيب كبير ومهاري ولاعيب رجل اعمال. نفس الكوره في ماتش بيراميدز وماتش الزمالك، بن شرقي حطها صح جون بكل سهوله، وزيزو توتر، حتى لما جه يطلع الباص ما طلعوش صح، لا طلع باص غلط. فدول التحليل السريع للثلاث اهداف، ان انت ليه هنا جبت الاجوان وليه هنا كسبت وليه ايه اللي فرق. الزمالك كان بيخسر الكره الثانيه، الزمالك كان قوته كلها طول الماتشات اللي فاتت، حتى جماهير الزمالك بتقول كده، ان انا بكسب عشان خاطر الفرق بتنزل تهاجمني وبتنزل تلعب عليا. دلوقتي بقت الفرق بتخاف من الزمالك، واللاعيبه والفرقه بقت بتقف ميديم بلوك وبتقف تستنى الكوره من الزمالك، والزمالك اصلا نقطه قوته في انه يرمي لك الكوره فيعمل عليك تحولات. طبعا كابتن معتمد كمان عنده اخطاء في زي ان هو، طبعا انا متفاهم ان هو جاب بزيرة ناحيه الشمال عشان كوكا كان ماسكه الماتشين اللي فاتوا وما كانش عارف ياكل معاه عيش وحلاوه، فقال لك اغير برده ما نفعتش معاه. ولكن مش متفهم ان انت تنزل شيكو بنزا قدام فرقه تقريبا بتلعبك خمسه، بيكهام وطاهر ماسكين الحته دي افلام، ونزل لك ديانج، فما فيهاش. انت ايه اللي خلاك تنزل؟ شفت ايه في شيكو بنزا هيعمله في الحته دي؟ كابتن شيكابالا مع كامل احترامي ليه امبارح بيقول ان هو عنده حاجه، عنده ايه؟ ما كان باينها لي، ما هو نزل في هو ما عندوش غير الجري، فهو ما عرفش يعني عرفش يعمل حاجه امبارح عشان هي دي امكانياته، مش بقلل منه والله، بس هي دي امكانياته. محتاج مساحات ورا الدفاع عشان يقدر يظهر. في النهايه الدوري بالنسبه للزمالك بتاعه، هو اللي بايده يكسبه وبايده يخسره. اكسب ماتشين تاخد الدوري مرتاح، مش يعني ما فيش مشكله بالنسبه لك، انت مش مستني نتائج من حد، على عكس بيراميدز اللي مستني وقعه من الزمالك، وعكس الاهلي اللي مستني وقعه من الاثنين يعني. ربنا يكون في عونه. في النهايه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.